السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. طبعا السوشيال ميديا مقلوبة طبعا، والأطراف المعارضة بره في اللي حزين، وفي اللي عادي مش فارقة بالنسبة له، وفي اللي سعيد. وطبعا الناس المؤيدة للسيسي في مصر طبعا كله فرحان، والجبنة جون، وادي هي المعارضة والكذب والتضليل. والله أعلم الأيام الجاية هيبقى في إيه، في هيطلعوا علي مهدي دوت ولا علي حسين مهدي، هيطلع يقول ايه، او هيمسك برنامج في مصر. ده على كلامه يعني، حسب البث المباشر اللي سمعناه. اول مبدئيا كده، انا شخصيا حتى لو كان بيقول الكلام اللي انا بقوله، انا ما كنتش بسمع له كتير، لان كان ليه طريقه مش كويسه. يعني ليه طريقه ساعات بيقول الفاظ خارجه، مع انه راجل مهندس، يعني المفروض راجل مهندس وعايش في كاليفورنيا، يعني كان يبقى مهذب اكتر من كده. بس انا مش ضده عشان هو تراجع عن موقفه، الله اعلم بظروف ايه، يعني الله اعلم. احنا كلنا شايفين اللي بيحصل في مصر، والتكميم الافواه في مصر والمعارضين. فوارد ان يكون والده محبوس، والده كان بيموت، والده خد والدته، فوارد ان ممكن يكون رجع مصر مثلا عشان يعني انقاذا لموقفهم، رغم ان هو جال اسباب تانية، ان هو بره ومعرفش اللي حصل من ساعة 7 اكتوبر. اللي حصل، الناس ما تعرفش موضوع 7 اكتوبر، اللي هو الهجوم اللي حصل من الغزاويين، او من حركة حماس في اسرائيل. اخترقوا اسرائيل وخدوا بعض الأسرى عندهم. وطبعا إسرائيل لها سنة ونص أو داخلين على سنتين، دكوا غزة، خلوهم متساوية بالأرض، وما خدوش أي حد من أسراهم دول إلا عن طريق التفاوض، وكان تبادل أسرى. ولكن الباقيين لغاية دلوقتي مش عارفين يوصلوا لهم، مش عارفين يوصلوا لهم خالص لغاية دلوقتي. فمن ساعتها علي حسين مهدي طلع قال ان اداره بايدن قلبوا على المسلمين وعلى العرب في امريكا، وبداوا بداوا يشيلوهم من شغلهم، يفصلوهم من اعمالهم ومن الجامعه بتاعتهم وكده. فهو طبعا كان بين اختيارين، يا اما يتحاكم في كاليفورنيا، يا اما يرجع مصر ويعيش وسط اهله وكده. يعني ده كلامه الراجل اللي قال. مدى كذبه او مدى صدق الكلام اللي قاله الله اعلم بيه، عشان يعني ايه، عشان لا نزايد على الراجل يعني. عامة يعني علي حسين مهدي احد المعارضين، واحد من معارض 120 مليون معارض. يعني في ناس بره وفي ناس جوه معارضين. هل النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مقولة سيدنا ابو بكر لما حصل ردة من المسلمين، ناس انزعجوا ان سيدنا محمد اتوفى وكده، وفي ناس بدأت ترتد، فقال لهم: من كان يعبد الله فالله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فمحمد قد مات. طبعا مع فرق شاسع طبعا بين التشبيهين. انا بديكم مثال بسيط جدا يعني. فعلي مهدي او غيره، او معتز مطر، او اي شخص، او محمد ناصر، او اي شخص معارض سواء بره او جوه، لو مات او اتحبس، هل ده بيغير من الواقع شيء؟ هل ده بيضيع حقوق الناس؟ يعني هل الناس دي لما علي مهدي ده لما كان بيتكلم بره، او غيره بيتكلم بره، هل كانوا بيتكلموا في حاجه مش موجوده؟ يعني انا لما بطلع اتكلم دلوقتي بخاطر بنفسي ان انا ممكن اعرض اعتقال او غيره، او اي حاجه تحصل لي يعني. هل ده احنا بنألف كلام من يعني الواقع المصري دلوقتي، سواء القضيه الفلسطينيه، او سواء الاسعار، او سواء الاستبداد الامني، او سواء الظروف المعيشيه، او المشاكل او السلبيات اللي في مصر؟ هل دي معناها هل ده كله احنا بنألفه؟ من وجهة نظر ناس تانية طبعا، اكيد هي طبعا ليها اسبابها الخاصة بيها، سواء بقى مقتدرين ماديا، او مسيسين، او ليهم مواقف سياسية، او مستفيدين. طبعا بيقولوا عكس الكلام دوت، وبيكذبونا وبيقولوا ما حصلش، ومصر كويسة ومصر بخير. يبقى احنا ناس معارضة، وفي ناس تانية مؤيدة. انا احترم كل الاراء ان كان في حدود الادب وفي حدود اللياقة. لكن علي مهدي دلوقتي، تعال نفترض افتراضين. نفترض سوء النية، ان هو راجل. تعالى نمشي في طريقين. الطريق الاول نفترض ان هو راجل مضلل وكذاب، وكان بيضحك على المعارضه مثلا، او كان بيمثل وكده. طيب هل دلوقتي رجوع لمصر وطلع وان هو دلوقتي بيدافع عن النظام السيسي، هل ده لما احنا يعني احنا مثلا صدقناه بره، هل هنصدقه جوه؟ لما هو كذاب، يعني كذاب بره، هنصدقه جوه؟ خلاص يبقى هو كده اتكشف. يعني لو هو نفترض يعني سوء النية، ان هو راجل مش كويس، ان هو راجل كان عميل، او لاي سبب من الاسباب، خلاص يبقى خلاص هو يعني ظهر، خلاص الايام كشفته. ولو ان هو مظلوم، وان هو راجل غصب عنه اتحط تحت ضغط نفسي، او ضغط اسري، او اي سبب من الاسباب اللي الضغط اللي بيجي على المعارضين، برضه خلاص يبقى الله يعينه والله يقويه. واحنا عارفين كلنا اللي حصل في مصر، يعني مش حاجه غريبه، يعني عارفين ان ممكن تعمل يتنفخ، عارفين ان ممكن. هو تقريبا كان تم اعتقاله قبل كده، واتعمل فيه اللي ما اتعملش. فاحنا مستغربين ليه، والدنيا مقلوبه ليه؟ يعني واحد المعارضين وخلاص، وحصلت له ظرف. الدنيا مش مستاهله، يعني مش معناها جون، احنا مش في حرب قصاد بعضنا، احنا شعب واحد يعني. يعني احنا شعب واحد، ده ليه راي وده ليه راي.
عادي. فالدنيا ما اتجلبتش، مش اول واحد ولا اخر واحد. وارد ان الناس ديت كلها تتجاب، وارد كل الناس اللي بره ديت تتجاب لاي ظروف سياسيه بقى، ظروف اقتصاديه، الله اعلم بيهم. فالدنيا انا عايزه افهمكم يعني الموضوع مش مستاهل، دي حقوق عباد، ان حقوق اللي اعتقلوا والناس اللي اتقتلت وغيره 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 وغيره. لكن عشان يحصل رجه بين بين المعارضين ويتقالوا خلاص دي بدأ يتجاب واحد في واحد، سبحان الله. يعني هو الاسلام دلوقتي لما واحد بيترك دين الاسلام، هل ده تقليل من شأن المسلم من الاسلام؟ شخص خلاص ساب الاسلام هو حر في عقيدته، او المسيحيه نفس الحكايه، ده ما يقللش من دي او يقلل من دي. احنا لينا مبدأ ثابت ولينا عقيدة ثابتة، خلاص احد الاشخاص احد الاركان وجع، خلاص الدنيا برضك ماشية عادي. ولو اتحبسوا كلهم ولو ماتوا كلهم، هل ده يا جماعة؟ بلاش نعوم ورا اللي بيلوموا، وبلاش برضو نطبل ورا المطبلاتية. وشكرا لحسن استماعكم.